عمرك حسيت ان مجرد تأخر رسالة من شخص بتحبه ممكن يبوظ يومك كله، او انك محتاج تطمن باستمرار ان الشخص ده لسه بيحبك ولسه مهتم بيك ولسه مش هيمشي؟ ولو حسيت انه اتغير شوية او بقى مشغول، بتبدأ اسوأ احداث تدور في دماغك. لو ده بيحصل معاك فممكن تكون بتعاني من حاجة اسمها التعلق القلق، وده مش معناه انك شخص ضعيف او محتاج زيادة عن اللزوم، لكنه غالبا اسلوب في التعلق اتكون جواك من زمان جدا ولسه بيأثر على علاقاتك لحد النهاردة. في علم النفس اسلوب التعلق هو الطريقة اللي بنتعامل بيها مع الحب والأمان والقرب من الناس، والتعلق القلق بيخلي الإنسان عنده احتياج كبير جدا للاطمئنان وخوف مستمر من الهجر أو الرفض. الشخص اللي عنده تعلق قلق ممكن يفسر أي تصرف بسيط على إنه علامة إن الطرف التاني هيبعد أو هيختفي من حياته، علشان كده بيبقى حساس جدا لأي تغيير في الاهتمام أو التواصل. طب ليه بيحصل التعلق القلق أصلا؟ في كتير من الأحيان بيبدأ الموضوع في الطفولة، لما الطفل أوقات بيحس بأمان وحب، وأوقات تانية يحس بإهمال أو عدم استقرار، فيتعلم إن الحب موجود لكنه مش مضمون، وإنه لازم يتمسك بيه بكل قوته علشان ما يضيعش. ومع الوقت الفكرة دي بتكبر معاه وتظهر في علاقاته وهو كبير. مش شرط يكون الأهل وحشين أو مؤذيين، لكن مجرد عدم الثبات العاطفي أحيانا بيكون كفاية إنه يخلق النوع ده من التعلق. طب إيه هي علامات التعلق القلق؟ أول علامة إنك تفكر كتير في معنى كل رسالة وكل تصرف. تاني علامة إنك محتاج تطمن باستمرار إن الشخص لسه بيحبك. تالت علامة إنك تخاف تعبر عن غضبك أو احتياجاتك عشان ما يسيبكش. رابع علامة إن مزاجك كله يبقى مرتبط بطريقة تعامل الشخص التاني معاك. خامس علامة إنك ساعات تستحمل حاجات توجعك بس خوفا من فقدان العلاقة. عارفين المشكلة فين؟ الشخص اللي عنده تعلق قلق ده إن الإنسان بيدور على الأمان، لكنه أحيانا بيتصرف بطريقة تخليه يحس بعدم الأمان أكتر. كترة الأسئلة والخوف المستمر والتعلق الزيادة ممكن تضغط على العلاقة نفسها. في النهاية الشخص يفضل حاسس إنه محتاج ضمانات أكتر وأكتر من غير ما يوصل للراحة الحقيقية، لأن المشكلة مش في كمية الحب اللي بياخدها لكن بإحساسه الداخلي بأمان. طب إزاي نبدأ يا دكتور نتعامل معاه؟ أول خطوة هي إننا نفهم إن مشاعرنا حقيقية لكن مش كل أفكارنا حقيقية، إن تأخر رسالة مش معناه رفض، وإن انشغال شخص مش معناه إنه هيختفي من حياتنا. تاني خطوة هي إننا نبني مصادر أمان جوه نفسنا مش جوه شخص واحد. يبقى عندنا حياة وأصدقاء وأهداف واهتمامات خاصة بينا، لأن كل ما كانت حياتنا كلها متعلقة بشخص واحد كل ما زاد خوفنا من فقدان. وأخيرا مهم نفتكر إن العلاقات الصحية مش محتاجة إثبات الحب كل 5 دقايق. الحب الصحي بيخليك مطمن مش مرعوب، وبيخليك مرتاح تكون نفسك مش طول الوقت خايف انك تخسر الشخص اللي قدامك. فالخلاصة لو اكتشفت ان عندك تعلق قلق ما تلومش نفسك، لان دي غالبا طريقة اتعلمتها علشان تحمي نفسك وتحافظ على الناس اللي بتحبهم، لكن اللي كان بينفعك زمان مش لازم يفضل يحكم حياتك دلوقتي. وممكن بالتدريج وبالوعي وبناء علاقة أقوى مع نفسك تتعلم إن الحب حقيقي مش لازم يكون مصحوب بخوف مستمر. ولو وصلت لحد هنا قولي في التعليقات، هل عمرك حسيت إن خوفك من فقدان شخص كان أكبر من المشكلة نفسها؟ وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا اشتراك، ولو استفدت منه شاركوه مع أصحابكم. سلام.